خرجت من الفرن رحت حطها في شنطة عشان تفضل طرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض فيديو جديد هيعجبكم اوي ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا الفيديو بتاعنا ده ازاي. طبعا انا كنت بجيب الاسبونج على طول مش بعجنه معاكم. النهاردة بقى نعجنه مع بعض واقول لكم على نجاح الاسبونج وازاي يعلى معاكي وبطريقة ما حدش عملها قبل كده. اول حاجة بتحطي البيض في العجان وبتحطي نص كوباية مية وبتحطي معلقة خل ورشة فانيليا. دي اول حاجة هتحطها في العجان تتضرب لحد ما تعمل قوام عالي. انا كنت نسيت احط المية لكن المية بتتحط مع البيض. المهم طفيت العجان ورحت حاطه نص كوباية مية ساقعة فيها قطع تلج كده. بعد ما قوام البيض بيرغي معاكي بتروحي حاطه كوباية سكر بيرتفع معاكي وبيدي نتيجة جميلة اوي. حطيت معلقتين نشا. عاوزة تطفي العجان اطفيه بس انا يعني ايه عشان انجز وقت وكده فحطيته والعجان شغال. حطيت معلقة بيكنج باودر ممسوحة يعني كبيرة بس ممسوحة. خلاص المقادير دي هنعملها في حلة 24 حلة مقاسها 24. انا بقى طفيت العجان كده وشايفين بقى البيض مرغي خالص وعلي في قلب العجان ازاي. طريقة حلوة اوي. جربوا الطريقة دي ومحدش عملها قبل كده يعني انا ما شفتش حد خالص عملها قبل كده. احنا بنرغي البيض الاول بالمية بالخل بالفانيليا وبعد كده نحط السكر وبعد كده بقى بنحط الدقيق بنطفي. انا حطيت دلوقتي كوبايتين دقيق ممسوحين مش مليانين على اخرهم. كوبايتين ممسوحين وحطيت معلقة محسن مليانة على اخرها. طبعا هقول لكم بقى المقادير دي هتديني كام تورتايه وهبيعها ازاي. هنقول كل حاجة في الفيديو ان شاء الله. بتسيبي بقى الحاجات دي تتضرب 10 دقايق مش اكتر من 10 دقايق. شايفين بقى ما شاء الله السبونج بتاع البيت عامل ازاي ما شاء الله جميل. هعمل نصه ابيض ونصه بني. انا وريتكم السبونج ما شاء الله مالي الحله 4 بيضات بس البيض اللي كان عندي كان صغير. لو البيض كبير كان هيديني نتيجه اكتر من دي كمان. يعني لو كان البيض معايا حجمه كبير كان هيديني ما شاء الله ارتفاع اعلى من دي بكتير. لكن البيض كان عامل زي البيض البلدي كده. ساعات البيض بندور عليه بنلاقيه صغير خالص. المهم هعمل نصها ابيض ونصها كاكاو. دي حلة مقاس 24. خلاص لما تيجي بقى اعجني بقى بالطريقة اللي انا وريتها لك دي ما شاء الله هتديكي نتيجة حلوة. بس برضو اهم حاجة يكون البيض كبير يعني ما تجيبيش بيض صغير وتقولي لا ده النتيجة بتاعته مش حلوة. شايفين الاسبونج ناعم معايا ازاي ما شاء الله عليه ومتماسك خالص. يعني شايفين عامل ازاي. طريقة جميلة اوي الطريقة اللي احنا بنعجن بيها دي. شغلي الفرن بقى على درجة حرارة 180 وانت بتشتغلي كده يكون الفرن سخن. عمال ما تعجني الحلة بتاعتك يكون الفرن سخن معاكي. طبعا انا صورت النهاردة عشان خاطر ما عنديش ضغط شغل وكده فما صدقت بقى النهاردة ان لقيت نفسي فايقة فقلت ايه اصور لكم فيديو وانا بعجن وكده. هسوي بقى كده الحلة وبعد كده بعد ما اسويها هحطها بقى في الفرن تستوي. بتاخد حوالي 45 دقيقة ولو قعدت اكتر من كده عادي. اهم حاجة تستوي ما تطلعش نية عشان لو طلعت نية بتهبط معاكي. لو الاسبونج طلع ني شوية بيروح يهبط معاكي وبيبوظ. خلاص بقى انا عجنتها من بالليل وكده تاني يوم لما بردت شوية وحلو ما شاء الله الاسبونج بقى طلع ايه ما شاء الله.